دايما لما حد يبتدي الكلام معايا يقول لي بطلي عقد، خليكي فلكسبل كده وبلاش عقد، بحس ان انا هيجيلي وراها يعني كارثه. فعايزه اعرف منك ازاي ابقى مرنه وفلكسبل من غير ما ابقى بيتضغط عليا في حاجه انا مش عايزه اعملها. هو المرونه مش معناها تنازل، المرونه معناها تكيف اكتر. يعني انك تعرفي تتخطي الموقف او الضغط اللي انت معرضه ليه من غير ما تسيبي حاجات وراكي علشان تعرفي تعدي. بمعنى انه انا اقدر اكيف نفسي على قد الحاجه، اكيف نفسي. بصي انا بعمل ازاي، مش قصدي ان انا اوطي واتكسر، لا انت كده احنا كده غرزنا. انا قصدي لا انا قصدي ان انا هعديه، بس ده لو ده الموقف انا هعديه، هعديه واطلع كده كوبري كده بالظبط كده. هعديه واطلع تاني من غير ما اتنازل واسيب ورايا حاجات واسيب ورايا رغبات وحاجات كبيره عشان ابقى فليكسبل. يعني المرونه هي ممكن تبقى يعني تكيف. مرتبطه، او التكيف مرتبط بموقف، لكن مش لازم يبقى ده فوريفر بقى ويفضل يتحط عليا. مرتبط بموقف، مرتبط بضغط معين اتعرض ليه في حياتي، لان احنا بنمشي نتعرض لضغوط طول الوقت، بنتعرض لعقبات، ممكن يحصل يعني لا قدر الله مصايب احيانا احنا محتاجين نعديها ونرجع نقف تاني على رجلينا. زي كده ما اللي متعلم يعوم ما بيغرقش. طب سلمى، انا مقتنعه جدا ان انا كل يوم في حاجات ببقى مضطره اعملها وانا ماليش نفس اعملها، وبحس ان انا يعني هعملها عشان امشي حالي وخلاص. بمعنى ايه كل يوم حاجات اعملها؟ ضغوط الحياه العاديه. فعايزه اعرف يعني الضغوط دي انت ممكن برضو تقولي لنا انواع الضغوط اللي مختلفه اللي احنا بنتعرض لها، علشان كمان نبقى مدركينها وعارفه منتبهين ليها. ايوه بصي، تنظيم حياتك وان يكون لك روتين في حياتك ونمط معين ماشي عليه بيخليكي تعرفي تتجاوزي الضغوط، لانه احنا عندنا فعلا انواع مختلفه من الضغوط، ضغوط داخليه وضغوط خارجيه وضغوط تخص التميز والتنافس والقصه دي، وده ضغط كبير. الشخص اللي ممكن ما يكونش عارف يعمل شكل لحياته، اي ضغط من دول ممكن ياخده يقع. الوقعه دي بتبقى للناس القلقه زياده عن اللزوم كبيره، للناس اللي ما عندها شويه ازمه ثقه في النفس كبيره، وعلى الناس العاديه المتزنه اللي هي طبعا مفيش حد ما عندوش حاجه على فكره، عشان بس نبقى متفقين يعني. هتعمل هزه طبعا. فانا عشان احمي نفسي بقدر الامكان واحمي حياتي من الضغوط اللي مفيش في ايدي حاجه توقفها، اخلي حياتي ليها نمط. انا عارفه ان انا الصبح عندي حاجات معينه بعملها، وبالليل عندي حاجات معينه بعملها، ويومي بيمشي بالشكل الفلاني، وعندي التزامات وعندي مسؤوليات وعندي نفسي، عشان احنا اتفقنا قبل كده ان انا نفسي ليها مكان. طيب لما هيجي لي حاجه مفاجاه، من الطبيعي ان انا هاخد ستيب باك وافكر بس انا هعمل ايه، اسمح بقى لنفسي بالجزء ده علشان اعرف اخد قرار. لكن لو تسرعت، اندفعت، ارتبكت، مش هقدر اخد القرار المظبوط، والضغط هيعلم فيه علامه كبيره جدا في الوقت يعني ده. تقصدي ان انا يعني طالما خلاص في حاجات معينه في اليوم عندي انا متعوده اعملها، فلو حاجه جديده دخلت على الروتين الطبيعي او ستايل حياتي او اللي انا فاهماه وعارفاه ومتعوده عليه، اقبله، واللي هو يلا النهارده اوكي اقبله واتعامل معاه بمرونه. هي دي بقى المرونه. ان انا هبقى اوبن لاني جد عليا جديد. اوكي. لكن الجمود هو ان انا ما ينفعش البلان بتاعتي تتغير. الجمود ده اللي عكس المرونه. اللي هو حد يبقى لا انا ما ينفعش تغيري لي البلان بتاعتي، ما ينفعش يبقى عندي ميعاد يتلغي لاست مينيت. هي مش حلوه طبعا، بس لو حصلت خلاص حصلت. السكادجول بتاعي لو جزء من، لو سلوت فضي ما يربكنيش، عادي نشوف اللي بعده. لو انا عامله لنفسي ليست ليومي بتشيك كل حاجه بخلصها، لو وقع منهم 2 3 برضو مش اخر العالم، لان انا عندي قدره استيعابيه جوه نفسي
اقدر استحمل بيها حاجات معينه. لو حطيت كميه تاسكات اكتر من اللي قدرتي هتتحملها طبيعي هتقع مني حاجات. فلازم اكون عندي القدره على اني اقبل الخطأ واقبل التقصير، وهي دي جزء كبير قوي من المرونه، انك تتقبلي. طب سلمى، ايه هي انواع الضغوط اللي احنا بنتعرض لها علشان بقى ابقى مدركاها واعرف اتقبلها؟ بصي، في 3 انواع رئيسيه من الضغوط. ضغوط خارجيه اللي هي حاجات ما بيكونش ليا اي تاثير عليها، زي مثلا حاجه بسيطه قوي، حد ما بيستحملش الحر وجو حر موت وهو شغله او الدور، فده ضغط، ده ضغط شديد على فكره. حد مثلا حصل كارثه، حصل فقد، حصل حاله وفاه، حصل مشكله في الشغل، مشكله في الدراسه، كل دي ضغوط خارجيه انا بستقبلها. فكوني اقدر اتكيف على الخبر المفاجئ ده او الحاجه اللي ما كنتش متوقعاها، وهنرجع تاني لنفس النقطه بتاعه التقبل او التسليم، ان دي حاجه انا ماليش يد فيها. ما عنديش قدره ان انا اغير الجو، ما عنديش قدره ان انا اغير، ان انا ارجع اللي توفى مثلا بالظبط، اغير حدث قوي خارج زي عني زي ده. بالزبط. الضغوط الداخليه دي حاجات نابعه من جوايا انا، حاجات سايبه اثرها فيا من وانا صغيره شويه، من الماضي شويه. عندي قلق زايد، عندي خوف من حاجه معينه. الفوبيات بانواعها دي ضغط داخلي، ممكن حد يستحمله وحد ما يقدرش يتعامل معاه. فوبيا من ايه مثلا؟ دي انواع كتيره جدا. في فوبيا من اكثر حشرات، يعني اكتر الحاجات. ايوه فوبيا حشرات. في فوبيا من الميه، في فوبيا من الجبن. عمرك سمعتي عن فوبيا الجبن؟ ايوه، عندي واحده صاحبتي بتخاف من الجبنه. وطبعا فوبيا الاماكن المقفوله والاماكن المرتفعه، دي اشهر الرنين انا عارفه. الرنين واسانسير كمان. والاماكن المرتفعه وانواع كتير قوي. اوكي، فدي حاجه داخليه، ده ضغط داخلي. لو تعرضت له ممكن يعمل عندي مشكله في وقت ما، وممكن اعرف اتعلم اتقبله واعيش معاه. هتعلم ده ازاي؟ بنسبه 90% بنحتاج مساعده. اوكي، يعني صعب ان احنا نتخطى كل حاجه لوحدنا، مساعده من حد مختص. اوكي، فانا اشوف حد مختص علشان كل نوع من انواع الضغوط ليه تعامل مختلف. اكيد، وخاصه لو كان مأثر على الفانكشنز بتاعتي، مش بعرف اقوم بادواري وبمهامي وبوظايفي بسبب الضغط ده، ان هو مأثر عليا بشكل كبير. اوكي، فاحنا كده اتكلمنا على الضغوط الخارجيه والضغوط داخليه. في حاجه تانية؟ ثالث نوع بقى ده ضغوط التميز والمنافسه. تعالي لي بقى في التميز والمنافسه. ده ضغط كبير جدا، ان انا ابقى دايما عندي هدف قدامي، ان انا لازم اكون الاحسن، لازم اعدي، لازم البرفورمانس بتاعي يبقى احسن حاجه. ده بيروح شويه للجنون بتاع الكماليه، للبرفكشنزم، لازم ما فيش حاجه تقع مني. ده ضغط كبير، وبيشكل عائق كبير قوي في حياه الشخص اللي عنده الضغط ده او عامل له الازمه دي، لانه بيخسروا علاقاته، وبيخسروا نفسه احيانا، وبيخسروا سلامه، وده اهم طبعا. حاجه. طب حته المنافسه دي والضغط ده، يعني ده بيكون نابع من ايه؟ يعني ازاي اكتشف؟ يعني ممكن يكون اولا انه الشخص يحب انه يبقى ناجح او يكون متفوق في حاجه او متميز فيها، دي حاجه مش عيب اكيد، والواحد بيعملها تلقائي. فامتى اكتشف ان ده نوع من الضغوط اللي هي بتأثر عليا سلبي؟ لما حياتي ممكن تقف او اتعطل عشان احقق الهدف ده بس. يعني ممكن ارمي كل حاجه ورايا في سبيل ان انا ابقى في منافسه دلوقتي حالا. لكن لو هي ماشيه عادي مع حياتي، تنافس صحي، زي القلق الصحي. تعرفي في قلق صحي؟ اللي هو تبقي قلقانه من حاجه علشان احققها مظبوط او انفذها صح. زي الامتحان مثلا، ما لازم اقلق له شويه عشان اشتغل. فالتنافس الصحي ده هو اللي بيؤدي لانتاج احسن، لبرفورمانس كويس، وكذا وكذا. ولكن اللي هيخليني اوقف حياتي واخسر ناس عشان انا لازم اعدي، اوقع ناس، اوقع علاقات، ممكن ما اهتمش ببقيه الناس المهمه في حياتي عشان انا عندي هدف واحد، انا مش شايفه غير ده بس دلوقتي حالا. طب ازاي يعني لو انا اكتشفت ان انا كده، ازاي اعرف
اعالج ده؟ هل لازم اروح لحد مختص ولا في مثلا ستيبس الواحد المفروض يمشي عليها؟ بصي، زياره المختص دي اقدر اقولك ضروريه لما يكون انا عطلانه. هل لازم اعطل عشان اروح؟ لا مش لازم، بس لو عطلت لازم اروح. يعني ممكن اروح قبل ما اقف. اوكي. وده وعي اكبر شويه من العادي. لكن طالما وقفت انا ما عنديش اوبشن، ما عنديش اوبشن ان انا اروح، علشان هيساعدني كتير قوي في ان انا ارجع ثقتي بنفسي. وانا لو رجعت ثقتي بنفسي وحطيتها في مكانها المظبوط، وعرفت اتعلم القبول والتسليم، وانه في حاجات خارجه عن ارادتي، وانه مش كل حاجه لازم اوصل فيها لاحسن شيء بدون غلطه بدون هفوه. مفيش حياه كده. احنا مش ملايكه، والملايكه هم اللي ما بيغلطوش. وغالبا الشخص اللي بيبقى معرض اكتر لضغوط التميز والمنافسه دي بيبقى من وهو صغير مضغوط عليه في حته انه انت ليه ما قفلتش، ليه جايب 9.5؟ من النص ده راح فين؟ انا بشوف بقى النص ده راح فين؟ طب وال9.5 ليه ما شفناهمش؟ احنا ليه شفنا الناقص بس؟ ليه عينينا ما جابتش غير الجزء اللي مش موجود، مع انه اقل بكتير جدا من اللي موجود؟ بس ده على فكره ممكن يكون السبب فيه برضو الاهالي. طبعا طلعوا الشخص النشأة انه انت مطلوب منك حاجات وان انت لازم تحققها. يعني انا حطيت ضغط كبير على ابني او بنتي وهم صغيرين انه لازم يبقوا توب، لازم يبقوا توب، مع انه مش لازم يبقى توب، وممكن يبقى افريج عادي. اوكي. اقولك يبقى توب في اللي بيحبه، بس هو اللي يبقى، مش انا اللي افضل ازقه. مش انا اللي افضل ازقه فاسبب له يبقى، يعني اسبب له حاجه في شخصيته يطلع عنده ضغط مستمر معاه طول حياته. واكيد انت بتشوفي ساعات اطفال بيعيطوا على نص درجه. ايوه انا بشوفه اصلا بستغرب، بس بشوف برضو اللي جايب 50% وبيحتفل عادي على السوشيال ميديا. يعني في ده وده مستفز برضه. بس اوكي، يعني على الاقل ده عنده سلام. انا راضي. طيب هرجع تاني لموضوع المرونة، وان انا اكون مرنة مع الناس. انا شخصية ما بحبش ازعل حد، فممكن يعني اقرر ان انا هفوت طول الوقت وعادي طول الوقت، بس هنيجي في حتة كده ان انا هحس انه انا رحت فين. ما هو احنا هنرجع تاني لنفس الحتة بتاعت انه انا عشان افوت هتنازل عن حاجات مهمة بالنسبة لي. طب ما انا ممكن احتفظ بالحاجة اللي انا عايزاها وفي نفس الوقت اقرب المسافات. اوكي، فاهمة قصدي؟ مش لازم اسيب خالص ايدي واخلي الدنيا هي اللي بتحركني. بس ممكن احط لنفسي فريم معين واجي جواي، واجي فيه يمين وشمال وفوق وتحت من غير ما اخرج. طب ايه الخطوات العملية اللي انا ممكن اعملها بقى في حاجة زي دي؟ اهم حاجة واكبر حاجة ان انا ابقى عارفة انا بعمل ايه في حياتي، انا هدفي ايه في حياتي، انا بحب ايه وبكره ايه. نفس الكلام بتاع انه انا اكون على دراية كاملة باحتياجاتي نفسي واعرف نفسي بالظبط. عشان اقول ان انا لا يا جماعة انا فليكسبل جدا، ده انا شربت الشاي من غير سكر. فايه انت ضايقتي نفسك، ما عملتيش حاجه. يعني لو انت بتشربيه بسكر وقبلتي تشربيه من غير سكر فانت نكدتي على نفسك بس. ايوه. في حين انه انا ممكن اعبر عن مشاعري كويس جدا وابقى برضو فليكسبل، بس لازم اعبر. يعني هضرب لك مثال عشان برضو الناس تكون فاهمه ده كويس. انا النهارده خارجه انا وانتي نفسك تاكلي سوشي وانا مش عايزه اكل سوشي. أيوة. بس مش عايزه ازعلك، فانا هروح معاكي بس اقول لك على فكره ما كانش على بالي خالص النهارده اكل سوشي، بس هناكل مع بعض. اوكي. تخيلي بقى لو انا جيت معاكي يلا يلا وتمام وبتاع، انت مش هتبقي حاسه اصلا ان انا كان عندي رغبه تانية. فلو جينا الخروجه اللي بعدها انت يا حرام ممكن تبقي فاهمه انه ده انا بموت في السوشي وانا عايزه اكل تاني وتالت ورابع مع ان انا ما بحبوش، بس انا ما قلتش. فلازم اعبر واقول، مش عيب ان انا اعبر. وكنت فليكسبل معاكي الاثنين، ما ضايقتكيش بس قلت لك يعني شكرا يا سلمى ان انت بتقولي على ده، لانه ده كمان بيخلي العلاقه بين الاثنين واضحه مريحه، وانا عارفه اللي قدامي ده هو ايه اللي بيحبه، ايه احتياجه. ما تبقاش الموضوع اللي هو سكوت والمفروض ابقى انا اللي فاهمه. وليه اراهن على ده؟
ليه اراهن على انه انت اكيد هتعرفي؟ انا هعرف منين؟ انا هعرف منين لو انت ما عبرتيش؟ فلازم برضو عشان يبقى عندنا شوية عقلانية ومنطق واحنا بنطلب من الآخر احتواء أو فهم. يعني ما ينفعش أقول إن فلان أو فلانة أو جوزي أو أختي أو صاحبتي مش قادرة تحس بيا أو مش، وأنا ما بعبرش. طب ما هي برضو مش خارقة يعني. لازم اتكلم. عندنا بالظبط عندنا ليميتس. فأنا لازم أتكلم أول حاجة عشان أعرف أكون مفهومة واعرف اكون مرنة مع الاخرين واعرف اكون حاطة برضو لنفسي حدود مظبوطة. المرونة مش بتكسر الحدود خالص على فكرة. لازم اكون بشرح، بحكي، بقول مشاعري، بعبر عن رغبتي بس. شكرا يا سلمى. شكرا يا لولو.